السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه يا احلى اخوات واحلى متابعين؟ منوريني ومشرفيني في قناة ترند جديد. من امبارح والدنيا مقلوبة على المنتدى اللي كتبته شيماء اخت احمد بسبب انها كانت بتطعن في شرف امل وفي شرف ابن اخوها، وكمان امل اسعد نزلت منتدى بتطعن في شرف امل، وكمان ايلين بنت احمد والنهارده خرج عبد الله بن الكويت وكان بيسب في شيماء، وتفاصيل كتير وكلام كتير حول قضية احمد. يا ريت الموضوع اقتصر على قضية احمد، ولكن الموضوع زاد عن حده. دلوقتي بقت قضية نسب، مين ابن مين ومين مش ابن مين، والموضوع كبر. تعالوا بينا كده نتكلم عن التفاصيل وكل الاحداث اللي حصلت. بس قبل ما ابدا الفيديو ما تنسونيش في لايك حلو وكومنت قمر زيكم. اول حاجة كده اللي بدأت في المنتدى هي شيماء، كانت بتهين امل وقالت والله امل اسعد اللي قالت على نفسها ان اخويا كان بيطلعها للرجاله، المفروض هي اللي تروح تشوف ابنها ابن مين. وطبعا دي كانت غلطه من شيماء، لان في الاخر كان ده ابن احمد اخوكي، وانت كده بتسبي في شرف امل وتسبي في شرف احمد اخوكي. فينك يا شيماء؟ ازاي تنشري منتدى ولما لقيت هجوم من الناس، والناس بدات تنتقدها والناس بدات تشتم عليها والناس جت في صف امل اسعد شالت المنتدى؟ ردت برضو امل اسعد وقالت ايه؟ جمهورية الهيرو، علاء ابو البنت تعبان وعاوز بنته وزعلان على الاسم، كلام كتير مش عايزه احكي الكلام اللي ملوش اي معنى. وكانت بتهين في ايلين وبتقول ان هي مش بنته. انتوا واخدين بالكم ان احنا دخلنا في العرض والشرف؟ ازاي تسبوا في شرف بعض؟ المفروض قضية احمد دي تستنوا لحد المحكمة ما تحكم فيها. اما الاسعد ليها حق ترفع قضية واثنين وثلاثة على احمد وتستنى حكم المحكمة. عبد الله بن الكويت، لو انت شايف ان العيلة غلطت فيك واهانتك ويعني ايه ما ادولكش حقك، كنت استنيت صديقك وحبيبك واللي اكلت معاه عيش وملح وكنت قلت له ابوك واخواتك محدش رد عليا، انا اهانوني طلعوا عليا في فيديوهات. المفروض ما كنتش خرجت وقلت الكلام ده. انت بتشتم في شيماء وبتقول انهم بتوع مخدرات وبتوع هيروين وكلام كتير، وانه نصب عليك، وكل يوم بتطلع في اللايف وتعيد وتزيد وتقول نفس الكلام. انا بقيت محتارة، اللي ليه حق ياخده بالقانون؟ هنفضل كده نلقح كل يوم نعمل فيديو احمد وامل، احمد وطليقته، عبد الله بن الكويت، تفاصيل كتير انا بقيت مش فاهماها. دخلنا في الاعراض والشرف وفي اطفال كده مظلومه، سواء ايلين او ركان ابن احمد، وفي الاخر والاول ايلين وركان هم ابن احمد. يعني انت يا شيماء او انت يا امل، في الاخر دول ولاد احمد. يعني مهما كان في خلاف ما بين امل اسعد واحمد، في الاخر ده ابوه وانتي امه. تساؤلات كتير من المتابعين عن اختفاء ام مالك، وهل طلاق ام مالك ده حقيقي ولا لا؟ بعد المقلب اللي حصل وحبس ام مالك وخروجها اختفت تماما عن الانظار، وهي الوحيده اللي في جمهوريه احمد وامل ما نزلتش اي حاجه، سواء يعني ترد على المتابعين او تطمنهم عليها او تقول اي حاجه. اختفت تماما. كل المتابعين بداوا يكتبوا ان ام مالك اتطلقت. كلنا عارفين ان ام مالك جوزها مسافر للخارج. الحمد لله هي ما اتطلقتش، بس جوزها منعها تماما انها تظهر على السوشيال ميديا بسبب اللي حصل، وهو من البداية كان رافض تماما انها تظهر، ولكن العيلة اقنعته وفي الاخر ظهرت. وربنا ما اردش، كأن ابو مالك حاسس ان ظهور ام مالك هيحصل فيه حاجة. يا رب كده يردهم سالمين غانمين احمد وشريف واصحابهم، ويا رب كده يطمنا عليهم. احب اوجه رسالة لكل عائلة جمهورية احمد وامل اسعد وعبد الله بن الكويت. احنا في بلد قانون، اللي ليه حق ياخده بالقانون. مش لازم كل يوم والتاني نطلع نشرشح لبعض، مش لازم نقول كلام. حتى لو انت عارف عيب او مصيبة عن حد بلاش تفضحه، استر عليه. حقك خده بالقانون. امل لو ليكي حق عند احمد وظلمك وخد حقك وما سألش عن ابنه وما دفعش نفقة، ارفعي عليه قواضي. برضو يا امل مرات احمد بنت ماما سعيدة، لو ليكي حق وحد اتهمك في شرفك ارفعي عليه قضية. احنا مش في غابة، مش كل اللي عايز يقول حاجة يقولها على المنتديات واللي نفسه يفضح حد. وزي ما عرفنا ان انتشرت صور لأمل وهي لابسة بدل رقص، وكمان ايلين واحمد وفضايح كتير.
لما احمد وقع كل اللي معاه حاجة طلعها، سواء صدق كذب كلها خرجت. فبلاش نتاجر بالاعراض.